ايكيا اللي هي اول شركه اللي التحقت بالمنطقه التجاريه اللي طورتها طنجة المتوسط بالمناطق، تقع ما بين تطوان والمضيق. المساحه ديالها 70 هكتار، وقد تم تسليم الدفعه الاولى بمساحه 30 هكتار. ستوفر مناصب شغل جديده، كما ستدعم الأنشطة السياحية بالمنطقة. بالإضافة على ذلك فيأتي هذا الافتتاح في سياق متكامل مع الحركية اللي خلقتها طنجة المتوسط بالمناطق بجهة تطوان من خلال العرض اللوجستي والصناعي اللي تتقدم. إلى غاية اليوم تم استثمار 1,200,000,000 ديال الدرهم، لما أدى لخلق أكثر من 3000 منصب شغل، و1,180,000,000 درهم ديال الاستثمارات الخاصة. اليوم تجمعنا باش نحتفلوا بالافتتاح ديال ثاني اكبر مغازان ايكيا في المغرب، وهذا الافتتاح هذا تيبرهن على النجاح والنمو ديال العلامه التجاريه في المغرب وفي بلادنا. الوغ هذا المغازان هذا فيه 16400 متر مربع، تنقسم لجوج ديال لي زيتاج. ليطاج الاول فيه واحد القاعه المعارض اللي فيها تقريبا 3550 متر مربع، والإيطاج الثاني فيه قاعة ديال الاكسسوارات اللي فيها تقريبا 4800 متر مربع. الوغ اول حاجه والاولويه اللي خديناها قبل من الافتتاح ديال ايكيا هو التشغيل. التشغيل حنا عندنا واحد النسبه ديال التشغيل من المنطقه ديال 90%، وهذا الشيء بشراكه مع لانابيك والسلطات المحليه والمدارس والجامعات. الوغ اللي خاص بالنسبه لهذا المغازان ايكيا بالنسبه للمغازان الاخرين هو انه عندنا واحد ليسباس ريستورون ولا مطعم اللي كاين ما بين هاد لي دو زيتاج اللي هضرت عليهم دابا، واللي فيه واحد المنظر اللي ممتاز على الجبال ديال تطوان. عندنا واحد البيت زجاجي لتحت اللي فيه لو موبيلي ديكستيريور وفيه دي بلونط ناتوريل على طول السنه. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.